اليوم بعد فيضان نهر العاصي على قرية التلول اجتمع هنا مئات العائلات على أطراف القرية تحت أشجار الزيتون ليقضون ليلتهم الأولى بعد الزلزال المدمر، وخوفا من الهزات الارتدادية وخوفا من ازدياد سرعة المياه على القرية. سنحاول الاقتراب من العائلات ونسألهم عن أوضاعهم في هذا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. عم احكي لنا شو عم تسوي هون؟ والله بيركين طلعنا من مشان المي، طلع جينا تحت الشجر بيركين، بدنا مساعدة، خيام، بدنا أكل، شغلة ما في عنا. عم يجوا هالشباب ينزلوا تحت ما عم يعطونا هون شيء، وهي كيس تفاحتين 3 أعطونا وراحوا، والباقي أخذوه تحت وين راحوا ما بعرف. طيب اليوم بدكم تناموا هون تحت الزيتون؟ تحت الزيتون بدنا ننام، ما عنا مأوى، وين بدنا نروح ما بعرف. نطلب بركي تساعدونا مساعدة، خيام بشغلة بننام يعني. ما حدا اجى لعندكم ولا قدم لكم شيء؟ قدمونا هينا هالشيء هذا هينا ربطة خبز وشغلات يعني، وبس هيك ما في. وين بدنا نروح ما بعرف. الضيعة حاليا خالص، الضيعة منكوبة ما خالص والله، ما في حدا، كلها طلعت برا وهينا. وفي تحت هونيك عالم زاد بيرك اعطونا 50 خيمة، واحنا الباقي هيا موجودين. اعطوا قسمها خيو تفاحتين وربطة خبز وراحوا، والباقي هيا يعني جاب لكم يا تفاحتين وخبز بس هيا ربطة خبز وشاو اجوا. ما خيم. طب الناس هاي كيف راح تنام اليوم؟ الدنيا برد نحن شايفين يعني. اي والله بدنا ننام تحت الشجر، تحت هالبرد وين بدنا نروح يعني؟ بيوتنا راحت، ساحتنا راح، كله راح. كلها بهالزلزال على البيوت كلها، ردم والتوفى راح. وبيركي هلا طلعنا بين هالزيتون بدنا ننام، ومنا مساعدتكم ان شاء الله يا عمي، صوتكم بيوصل. الله يسلمك. طبعا عم انت من هون كمان من القريه؟ ايه من هون، من التلول. ايه من التلول. ليش جاي لهون؟ شو جاي تسوي هون؟ والله من الزلزال والطوفان يعني، طلعنا من بيوتنا، تهجرنا من بيوتنا وطلعنا لهون. اولا شيء الزلزال مزق بيوتنا، تهرهرت، راحت البيوت، ما عدنا احسن نطلع عليها ولا عدنا احسن نبرك فيها طاول. وبعدين جينا لهون، بدنا شردنا، بدنا نحرق نار، نحرق شيء نسكن هالليله هاي لنشوف فرج الله. رح تدفعوا النار اليوم هون؟ على النار اللي شو بدنا نسوي؟ ما حدا اجى لعندكم؟ ما حدا جاب خيام؟ ما حدا قدم شيء؟ ما حدا جابوا خيام على المخيمات وزعوها، ما وزعوا لنا شيء والله. جابوا خيام على المخيمات، 50 خيمة وزعوها على الخيام، ما وزعوا لنا. طيب شو رسالتكم اليوم عم؟ شو رسالتكم انتم اليوم؟ شو رسالتكم؟ شو بتحب توجه؟ شو بتناشد؟ شو بدك؟ شو لازمكم؟ اي والله لازمنا خيام، احنا لازمنا خيام يعني. واذا كان غذاء شيء، لان الغذاء كلياته راح بهالزلزال، اذا كان حاطينه بالمطابخ بالشيء كلياته تكسر وراح. ضررت انت بالضياع؟ تضررنا كل شيء، راحت مونا كل شيء راحت، ما ضل شيء. خير رحمة الله. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله ان عايشين والناس عم تتكرم علينا، والحمد لله. والله يجزيكم الخير وبركي انه زاد مساعدتكم. احنا يعني احنا بس جايين نوصل صوتكم ان شاء الله، ما احنا ما قلنا شيء ان شاء الله، وان شاء الله صوتكم بيوصل ان شاء الله. بركي انه تساعدونا، زاد تعطونا شوادر شيان يعني نسكن فيها بس. ان شاء الله يا عمي ان شاء الله. طبعا مثل ما شايفين بالصوره يعني العائلات تفترش تحت اشجار الزيتون اليوم في هذه الليله بعد فيضان نهر العاصي وبالفعل الزلزال المدمر. نشاهد هنا العائلات تجتمع يعني. خالتي احكي لنا شو عم تسوي هون؟ والله يا اخي وين بدنا نقعد؟ هات شادر انطونا اياه للجامعه والله يا ابني. بس عم شوي بعد ما تفضل احكي خالتي. انطونا هات شادر للجامعه باركنا فيه هالكم عيله. وين نروح؟ جايبين شادر حاطينه هون باركين تحت. اي والله هيا بس بيوتنا مع هالشققات بس كلها. هدت بيوتنا. بس قبل شوي هدت بيوتنا يا اخي، ما عاد نقدر ننام فيها، والمي جتنا، بس بدنا شوادر، ما بدنا شيان غير رحمة الله. هل ضررتوا انتم بالضيعه؟ ضررنا والله يا اللي وقع بيته واللي مشقق بيته. احنا بيت ابني والله مشقق، ما قدرنا نبرك فيه طاول. جينا بركنا خلف الله على الجامع، طالع عنا الشادر عم نبرك فيه. جبتوا شادر من الجامعه؟ اي والله اي والله. اليوم رح تناموا هون بهذا المكان؟ بدنا ننام اي بالشادر هذا والله. طب ما في حدا جاب عندكم جاب خيام؟ والله جابهم خيام كانوا باكين بالخيمات، جابوا لهم والله. نحن ما اعطونا، ما حدا اعطانا والله. كلنا نمنا تحت المطر. ما حدا وصل عندكم ولا ساعدكم؟ ما حدا لا والله جابونا هذا اليوم. ايش هذا اللي جابوا لكم اياه؟ جاب كيس خبز، ربطة خبز وهاي تفاحة ومعروكة وموزة. نحن ما خذينا، هذا تبع شنو؟ تعرفي شرط عليه. هذا اللي وصلوا لكم اياه؟ اي والله.